الحقبة الجنوبية القديمة يعني الموجودين وجهت له 3 رسائل إلى الرياض، ومش مع الانتقالي ولا مع أي طيف من الأطياف السياسية الجديدة اللي موجودين متصدرين على المشهد. فقلت له ليش ما رحت أنت؟ رفض أن يروح. قال لي ما في شيء يشجع، يعني أنا بيني وبينك يعني ما حصل الفترة الأخيرة يعني أنا رغم أنه بس ما توقعناه بالطريقة هذه، يعني طريقة يعني إجلاء المكون وحل المجلس الانتقالي وغيره وغيره وغيره. أحس أنه يعني القضية الجنوبية بتتأخر. يعني أنا أقول لك إياها ألطفها لك في الكلام. إيش سر عزوف بعض النخب اللي قد يمكن تفيد القضية الجنوبية وهم أبناء نخب وناس مثقفين ووجهت لهم دعوات من الرياض أنهم يروحون؟ ما سبب العزوف؟ ليش هذا الإحباط؟ هذا سؤال مهم. خلنا أنت من التفاصيل ما تفاصيل. بالرقم يا أستاذ أحمد، وخذها مني كلام دقيقة يا أستاذ أحمد بس أكمل. حلمك علينا يا أخي. هذا الرقم أنا لا حلمك علينا، بس السؤال أيضا ثاني. ولا أنت بتجاوب عليه؟ لا أنت تجاوب. أنت أنا قاعد أسألك سر الإحباط. الله أكبر، أنا ما أخذ سألتك والله العظيم إني يعني أنت وأيضا بعد أستاذ نبيل وحتى أبو نواف يعني ودنا نغنم منكم نستفيد منكم. شيء ثاني ما حصل اليوم في بهزيمة المملكة العربية السعودية، وقلت لك أنا شخص مش كثير مع الرياضة. أنا والله المشاعر اللي شفتها عربيا والشماتة في هذا المنتخب شيء مخيف وأرفضه، لأني أنا من ضد سياسة أنك تسيس الرياضة، ضد هذا المبدأ تماما. وأنا متأكد مثل ما في ناس شجعت اسبانيا، في ناس والله استماتت على منتخب المملكة العربية السعودية. لكن أنت تحس أليس هذا في شيء، في سبب؟ يعني تحس أن من التعثر السياسة العربية في الفترة الأخيرة أو سياسة يعني تحس أن في شيء صار. أنا أكلمك الآن كلام سياسي بحت، مش ضد فلان ولا علان. تفضل يا أستاذ أحمد. أحييك على هذا السؤال. هو ببساطة سبب بعض عزوف الأشخاص اللي حدثوك، وأنا طبعا أنا دائما ما أرتاح لرواية حدثني أحدهم، ولكن أنا أحترمك يا أبو أحمد وأصدق إنهم ليش ما ذهبوا للرياضة. مش مقتنع. شوف أنا غيرك ما أقول له هالكلام، لكن بقول لك اسمعني لا دقيقة بقول لك عشان أريحك. أنا غيرك ما أقول له برسل لك بقول لك شغلة زين حلوة، برسل لك اسمع على الخاص بتعرفها أنت. طيب على راسي، تأمرني. إيه طب على راسي. هو بكل بساطة يا أستاذ أحمد هي قناعات بنفس المنطق اللي يجي ممكن يقنعني اليوم ويقول لي الحل في أبو ظبي للقضية الجنوبية، بقول لك لا، أنت لا تفهم شيء، لأنه مع كل الحب والتقدير والاحترام للدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وقيادتها، لكنها مش قادرة تدفع بأي اتجاه في مسار القضية الجنوبية، ولن تفيد القضية الجنوبية بأي شكل من الأشكال، ولن تخدم القضية الجنوبية بأي شكل من الأشكال، ولن تجرؤ بأي شكل من الأشكال أن تتبنى موقف فك الارتباط للجنوبيين أو مناقشة أساسا فكرة مراجعة الوحدة اليمنية. الإمارات العربية المتحدة وهذا حق مشروع لها، ملتزمة بوحدة اليمن وسلامة أراضيها. من خطف قلبي هي تلك الدولة العظيمة التي تجرأت ووقفت مع الحق وقالت بلى، هناك قضية جنوبية ذات بعد سياسي وتاريخي، وأنا سألتزم بكل نخوتي العربية أني سألتزم بمخرجات ما يتفق عليها الجنوبيين. هذا جانب. هذا الكلام اللي في مساحات يا جماعة الخير، الرجل سألني سؤال خلوني أجاوب عليه، خلوني أكذب، خلوني أهرطق، واتركوا الخيار للمستمع وللواقع. أعطني تصريح على بالمناسبة أنا أستدل بنفس الشخص اللي أستدل فيه أبو أحمد عبد الخالق عبد الله. قال بكل بساطة الرجل هذا أحمق وارتكب حماقة وخطأ سياسي فادح ومراهقة سياسية تاريخية. كمل يا أحمد. يا فضل أنا أبدأ النخرة حقك، اصبر تحمل، ازغروا هرموناتكم، اسمعوا الصوت الآخر. أجي إلى فكرة الكرة والموضوع اللي ذكرته. شوف يا أبو أحمد، أنا يحز في نفسي أنه أسمع هذا الكلام من إنسان خليجي، ما أقول إماراتي، لسبب بسيط جدا. أنت تعرف وأنا أعرف، أنا بالأخير من أبناء السلطنات، ولا أعترف بأي كيان سياسي مثلني بعد 67 وسقوط السلطنات. أنا أنتمي لمجتمع عربي، هذا المجتمع العربي القائم
على السلاطين والملوك والمشائخ كان مستهدف من كل الأنظمة العربية، سواء أصحاب القومية العربية أو الأخوانج المسلمين أصحاب الخليفة ولا الشيعة وأذناب إيران أصحاب المهدي المنتظر. كرسوا على مر الأجيال أحقاد غير مبررة ضد المملكة العربية السعودية وضد دول الخليج، وأنتم نفسكم الإماراتيين لا تسلموا منها. لأني ممكن أطرح لك سؤال بسيط جدا: لماذا أغلب الشعوب العربية تعتبركم صهاينة؟ لماذا أغلب الشعوب العربية وأنتم مصانين وعرب أقحاح ونعتز فيكم ولا نقبل الإساءة لكم؟ لكن هناك صوت عربي يتعالى يوما بعد يوم على أنكم أذناب للصهاينة، وعلى أنكم أداة إسرائيلية، وعلى أنكم أداة تخريبية تمزق الأوطان. وهذا الكلام نرفضه لاختلاف في الآراء. ثم ماذا؟ أنا لا أحترم إنسان يسيس الكرة، وبالذات بالمناسبة اللي ما لهم تاريخ أساسا في المونديال ولا بعمرهم ترشحوا للمونديال. أحسن واحد فيهم ترشح مرة واحدة في تاريخه إلى المونديال وأكلها 5 6 7 0. ما أنا ضد فكرة إدخال الكرة في السياسة يا أبو أحمد. فبالأخير إحنا كلنا أخوان وكلنا أهل، نختلف سياسيا. المهم وتبقى النخوة العربية، هل نستطيع أن إحنا نصنع لأنفسنا إطار خلاف أخلاقي ونضع قانون اختلاف نلتزم فيه بأدبياتنا وثوابتنا الوطنية، لا إساءة للدول ولا إساءة لقيادتها ولا إساءة لشعوبها؟ هنا بحطك على راسي يا أبو أحمد. تفضلوا.